السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا زي كل مرة متعودين، بس النهارده هيبقى الفيديو بتاعنا مختلف. ان شاء الله النهارده هنزل معاكم نروح سوق الخميس بتاع كل اسبوع. هقول لكم السوق ده بيبقى متوفر في ايه وايه اللي موجود فيه والاسعار بتبقى عاملة ازاي. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك والاشتراك في القناة. ان شاء الله النهارده الخميس، كل يوم خميس الناس كلها بتستنى السوق ده من الاسبوع للاسبوع علشان خاطر ينزلوا يجيبوا طلباتهم منه. طبعا مش عايزه اقول لكم الليمون ب6 جنيه ونص، والفلفل ده ب17 جنيه الحراق البلدي. طبعا الكرنب هناك كان عامل 35 جنيه، كرنبايه اي كرنبايه 35 جنيه، والبطاطس ب20 جنيه، والبصل من 10 ل12، والطماطم ب20 وب25 جنيه. بس حسب، بيبقى برضو حسب البياع، في بياع بيبقى مغلي وفي بياع بيبقى مرخص في الأسعار. طبعا الموز ب20 جنيه، والفاكهة برضو أسعار الجوافة هناك كانت عاملة 10 جنيه، والبرتقان كان عامل كيلو ونص. طبعا البرتقال نزل، كل سنة وانتم طيبين. والقلقاس نزل. والبصل الأخضر برضو نزل، لأن النهاردة أنا جبت بصل أخضر، جبت التلاتة ب10، وجبت كيس مش ب5 جنيه. وطبعا شايفين بتاع الملوحة بيبيع طبعا حسب الطلب، الملوحة اللي بيطلبها. العنب كان عامل 15 جنيه، والمانجا كانت عاملة 25 جنيه. الأسعار هناك بصراحة السوق ده احنا بنحبه علشان خاطر بيبقى مهاود وحنين في الأسعار. طبعا مش عايزة أقول لكم كل حاجة موجودة في السوق ده. جهاز عرايس، لو انت بتجهزي عروسة او اي حاجة هتلاقي التربو، هتلاقي اجهزة البلاستيكات، الرفايع بانواعها، كل حاجة موجودة في السوق ده. طبعا احنا في كذا سوق، في سوق برضو تاني اسمه سوق الاربع. ده بيبقى في البدرشين. يعني في ناس اللي بتبقى عايزة بقى تكسي اولادها للعيد وكده، فبيبقى السوق ده متوفر فيه لبس ومتوفر فيه كل حاجة. زي ما انتم شايفين كده حاجات لجهاز العرايس. طبعا القتة كانت عاملة 10 جنيه، والخيار كان عامل 10 جنيه. طبعا يا جماعة الأسعار بتتفاوت من بلد لبلد، يعني بمعنى أصح يعني منطقة الحومدية الأسعار فيها بتبقى حنينة، منطقة البدرشين أرخص. يعني كل ما تغوطي كل ما الأسعار معاكي ترخص. طبعا في حاجة كمان، المكرونات والرز والشعرية، ازازة الزيت الكيلو كانت عاملة 50 جنيه. جبت واحدة ب50 جنيه من هناك، والمكرونة كانت ب20 جنيه، والرز كان ب22 جنيه. يعني أسعار معقولة بالنسبة لينا يعني. في كمان الفاكهة كانت، التفاح كان عامل 35 جنيه هناك. طبعا والبطاطس أنا قلت لحضراتكم على البطاطس. هنا البطاطا كانت عاملة 10 جنيه، الكيلو ونص ب10. البطاطا كانت عاملة كيلو ونص ب10. طبعا البطاطا دي طعمها حلو قوي، بتبقى مسكرة جدا. وفي الخيار البلدي الصغير ده كان عامل 10 جنيه. بس انا بصراحة ماليش تقل عليه، ما احبهوش، احب اللي هو التاني. والرمان كان عامل 15 جنيه. الحمد لله. وورق العنب بقى اللي كان شادد، لان خلاص كل سنة وانتم طيبين ورق العنب خلص، كان ب100 جنيه. طبعا لانه خلاص مفيش ورق عنب دلوقتي، ومفيش حد بيشتري ورق عنب زي الاول، بس اللي هي الناس ايه مركون عندهم وكده، فبيضطروا ان هم يبيعوه. اما بالنسبه لبقيه الطلبات، طبعا البهارات والقوطه وكل حاجه موجوده هناك. كمان انا بحب اجيب البهارات من السوق ده، بتبقى بهارات رخيصه. الكيس بيبقى ب5 جنيه، حلو، كيس كويس كده مليان ملي مركزه يعني. وكل حاجة هناك رخيصة. طبعا انا هنا رحت جبت من الست اللي هي عندها الاقفاص اللي ورا دي، جبت منها منخل، ان شاء الله هوريهولك. شايفين ورق العنب؟ جبت منها منخل، ان شاء الله هوريكم هعمل بيه ايه. طبعا في يوم ده انا جبت النهارده السمك، ورحت عاملاه بالرده زي ما انتم شايفين كده، ورحت حطاه في الصينيه دهنتها زيت، ورحت زقاها بالشوايه من تحت زي ما انتم شايفين، ابتدى يتحمر. بعد كده هبتدي ان انا احمره على كده. طبعا انا عايزاه يغمق عن كده عشان ميبقاش ني. وادي السمك الغدا بتاعنا بتاع النهارده. مش عايزه اقول لكم كان يوم جميل جدا. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو بقى. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ولو حابين تروحوا السوق دوت عادي مفيش مشكله،
اكتبوا لي التعليق وانا اوصف لكم المكان بالتحديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.